يلا هاتي كيلو دقيق وتعالي اعمليه معايا. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، هنزل عليه ب3 معالق من السكر البودر و3 معالق من السمسم ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر ورشه ملح ومعلقه صغيره من ريحه الكعك. هقلب المكونات كده واركنها على جنب. هروح على السمنه بتاعتي، عندي 500 جرام من السمنه يعني نص كيلو من السمنه، برفعه على النار عشان يبدا يتقدح معايا. هجيب عندي كمان كوبايه الا ربع من الميه، عليها معلقه سكر ومعلقه ممسوحه صغيره من الخميره، معلقه صغيره ممسوحه من الخميره. هقلبهم في بعض واركنهم على جنب. حطيت السمنه بتاعتي على الدقيق. في المرحله دي لو هتعجني بايديكي ابدأي سيبيها تهدى شويه كده وابدأي خديها بقى بس ما بين ايديك، المهم تبسيها حلوه قوي. هنا في العجان بعد ما خلصت كده بس في العجان ضفت كوبايه الا ربع الميه اللي عليها معلقه ممسوحه صغيره من الخميره ومعلقه من السكر. بالظبط يا دوبك لفتين 3 في العجان او على ايديكي لغايه ما تشرب بس السوائل وكده ستوب، ما تعجنيش تاني خالص. هبدا اغطي العجينه بتاعتي بكيس تلاجة عشان ما تنشفش معايا. وهجيب بقى الملبن بتاعي عليه معلقه سمنه وهبدا اعجنه لغايه ما يبقى طري جدا معايا بالشكل ده، وهكوره كور متساويه واركنه على جنب. هنروح بقى للعجينه بتاعتنا، او بتلاقيها نشفت بقى وشدت معاكي، ما تضيفيش اي سوائل تاني خالص لو سمحتي عشان تاخدي كعك حلو وممتاز و10/10. بعد كده هبدا اخد كل قطعه ما بين ايديا ببسها كده او بطريها بنعمها بين ايديا بترجع في ايديا زي الملبن، وهبدا احشيها وانقشها بالمنقاش. قولوا لي بقى مين بيحب الكعك الساده ومين بيحبه بالملبن، ومين كمان بيحب نقشه المنقاش ولا البصامه؟ انا شخصيا بحبه بالملبن وبحبه كمان بالمنقاش. ما تنسوش طبعا في الكومنتات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده هبدأ ان انا اخد الكعك بتاعي وبالطريقة دي بقى بكذا نقشة زي ما تحبي تنقشي انقشي. انا الكعك بتاعي بحبه صغير قوي كده، يعني انا مكبراه شوية كمان علشان التصوير، لكن انا اللي بعمله بيبقى اصغر من كده كمان. بحب قوي الكعك الصغير، الكعك السواريه الصغير ده بيبقى شيك قوي في التقديمات. حابة تحشيه بقى مكسرات تحشيه اي حاجة، دي بقى في ايديك انتي الحشو اللي بتحبيه احشي. هنا بقى العجينه في الاخر بتيجي تلاقيها، او مش في الاخر والله وانتي لسه بقى تشتغلي، بتلاقيها شدت معاكي بالشكل ده كده. ما تضيفيش اي سوائل خالص زي ما قلت لك. كل قطعه عجين ما بين ايديك حتى لو يعني ناشفه جدا بين ايديكي يا دوبك هتطريها هتبقى زي الفل. الصغير قوي ده الساده، وده اللي انا حاشيه ملبن. دي الكميه بتاعت الكيلو كلها اللي طلعت معايا، بدخلها فرن. خلي بالك بقى من التسويه، اللي بالملبن على درجه حراره 200 بالظبط 10 دقائق ربع ساعه بقى استوى معاكي وزي الفل. والساده على درجه حراره 160 بياخد معايا حوالي من يعني تلت ساعه 25 دقيقه بيطلع زي الفل. الساده بقى عايز نار هاديه كده عشان يطلع من بره زي من جوه، احمر كده من بره ومن جوه كمان لونه كده جميل ودايب دوبان. الكعك بتاعنا النهارده مش عايز كلام، مفيش احلى من الكعك ده. وطبعا ناس كتيره جربت مقاديري، يا ريتهم يكتبوا لي في الكومنتات وبعتوا لي تطبيقاتكم وان شاء الله هنزلها عندي هنا على الصفحه. وكل سنه وانتم طيبين، وقولوا لي بقى جربتوا ايه من حاجات العيد اللي احنا نزلناها ولسه مستمرين.